خش على التش دي، خش على التش يا روحه. الله، وحوي يا وحوي. بصي حبيبتي، منوراني يا قمر والله العظيم. بصوا دي تتناسف، انا بقول لكم اهو. الله، شايفين المهلبيه ام مانجا. اوبا، تحفه جميل، حاجه جديده. دوقي بقى وقولي لي رايك. اجيب لك شوف. انا عايز واحده سخنه مولعه. ماشي، اصبر مولعه. استنى. طب هاتيه هتدوق منها مولعه ازاي؟ ايه رايك؟ انا ادوق، انا وفي نفس الوقت كريسبي. ايوه انا عايزاكي تاكلي الحته الكب دي. الله، ايه تحفه بجد. ده هي لما تبرد بقى حلاوتها. شوفي بقى البابلز ده. حقيقي يا جماعة طريقة الكنافة دي تحفة. أنا أول مرة أعمل كنافة تكون محشية من جوه ومن بره عبارة عن كرات كده سادة خالص، وطعمها جميل جدا. عاملة دويتو خطير، وعملت أكبر صاج كنافة أول مرة أعمله في حياتي عشان يكفي الحبايب. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات. بصوا حبايبي، انا جبت لفه قمر الدين بس جايباها بطعم المانجا، وسبتها ساحت، دوبتها في ميه وسبتها ساحت، وبعدين جبت معلقه نشا دوبتها في ميه، وقعدت اقلب بقى، ونزلت بخط رفيع كده لما المهلبيه غليت، لغايه لما تماسكت وعملت معايا مهلبيه حلوه كده. خلاص، هجيب الكنافه بتاعتي، هبتدي افرمها كده بالكبه. فرمتها وهبتدي بقى نزلت عليها بقى بسمنه بلدي. بقى انتوا عارفين الكنافه ما تحلاش غير بالسمنه البلدي. غلفتها بالسمنه وبعدين بالسكر. طب ليه مش العكس يا ام عمار؟ لو انت حطيتي السكر الاول وبعد كده السمنه، السكر بينزل في القاع، لكن لما تغلفيها بسمنه الاول وبعد كده تنزلي تحطي عليها سكر، السكر هيمسك في وحدات الكنافه. خلوا بالكم من النقطه دي، عشان بشوف كتير بيغلط وبيعمل سكر بودره الاول وبعدين بيعمل السمنه. غلفتها كويس، وجبت الصاج العائلي الجامبو ده، ما شاء الله يا رب كده بألف هنا على كل اللي أكله يا رب، وبطنته كده بسمنة، وبقيت أرش كده الطبقة الأولى كده بالكنافة اللي احنا فركنها بالسكر وبالسمنة. خلاص، وسويتها وكبستها كويس جدا. جبت المهلبية بتاعتي، طبعا الحبة اللي كانوا في الحلة دول ما نفعوش، فاستعنت بصديق، خدت طبق تاني. على فكرة قمر الدين فيه بطعم الجوافة وطعم المشمش وطعم البطيخ وطعم الأناناس، فأنا اخترت بطعم المانجا، لأن انتوا عارفين ان المانجا مع الجوافة يعني بينهم وبين بعض غراميات كتير يعني. فقلت اعملها لهم بمهلبية المانجا. حقيقي عجبتهم جدا. فردتها بسمك واحد كده، وبعدين غطي الوش بالكنافه كده طبقه رقيقه. الصاج ده عشان لو هتسالوني اخد قد ايه كنافه، اخد 2 كيلو كنافه. ده صاج كبير يا جماعه. هبتدي بقى اجيب كده، عندك غطا تجيبيه، عندك بتاعه الايس كريم تحطي فيها، فنجان صغير براحتك. خدت من بقيه الكنافه دي، سبت شويه، ما حطيتش كله على الوش، وابتديت اعمل الكور الساده دي. في ناس ممكن تحشيها برضو بكريمة او مثلا لو هتحشيها بالمهلبية المانجا دي، بس انا قلت لا، انا هعملها سادة كده، تبقى زي البابلز كده، الكرات كده السادة، ومن جوه هتبقى محشية. خلصت الصاج زي ما انتم ما شايفين بالمنظر الجميل ده اهو. وهبتدي بقى اسيح سمنة بقى تاني، وانزل بقى على الكرات دي، وانزل عليها بقى الكنافة. روحها ايه؟ روحها السمنة البلدي. وهدخلها بقى على فرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. هتاخد معايا تلت ساعة. وافتحي الشواية في الاخر عشان تاخد اللون الذهبي ده، وانزلي بقى بالشربات على وشها بقى، وصوت التش يعمل بقى، بصي حاجة مش ممكن. والله ما شاء الله عجبت ضيوفي جدا جدا جدا. هم مش ضيوفي، هم اخواتي واصحاب مكان صراحة، كانوا منورين عليا الدنيا، جايين يباركولي عشان الشقة الجديدة، وقلت لازم نعمل حاجة حلوة تليق بيهم. عملت الصاج الكبير ده، وعملت الفكرة دي كنت اول مره اعملها، وحقيقي نالت رضاهم. ولما عجبتهم، طبعا انا كده كده بصور اي فيديو، لو نفع بنزله لكم، لو ما عجبهمش او ما طلعش تمام ما بنزل لكمش الوصفه. فصراحه لما لقيتهم عجبتهم جدا جدا وشكروا فيها، قلت لازم انزلها لكم. حقيقي فكره حلوه، اعملوها. فكره مهلبيه المانجا دي انا مخترعاها، ما شفتش حد عملها والله قبل كده، بس البابلز على الوش ده لا صراحه. في ناس عملتها. بصي بقى وانت بتقطعي الخرطة،
بصي تلاقي من فوق كريسبي، ومن الأرضية من تحت واخدة كرملة خفيفة كده كريسبي، ومن النص مهلبية وعاملة شغل جامد، وزبدة العزبة رافعة راسي ومشرفاني بقى، وحاجة يعني ما أقولكمش، حاجة تستاهل بقكم. انا عايز واحده سخنة مولعة، ماشي، اصبر هاكلها اصبر مولعة. استنى، ان شاء الله. هتدوق منها مولعة ازاي؟ ايه رأيك؟ انا هدوق. انا وفي نفس عايز الوقت كريسبي. شوفي رأي اخواتي فيها وانتوا هتتشجعوا تعملوها على طول. تحفه بجد. يلا بقى، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو زي قلبكم. ما تنسوش تدعوا لاخوانكم وربنا ينصرهم ويحفظهم ويريح قلبنا كده عليهم بالنصر وبتفريج الكرب عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يلا بقى شير علشان الناس تستفاد بالوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى واغلى اخوات ليا. القطايف اهي كنا عايزين نحط يعني كلنا وحلينا كمان. هنحلي كمان اهي. يلا دايما القطايف عامل يا حبيبتي. يا حبيبتي منورين عليا الدنيا كلها والله.